ورجعنا مرة تانية ومصر البيت الكبير، وبما اننا بنتكلم عن الناس اللي بيشتغلوا، عن الناس اللي بيبتكروا، اللي بيخترعوا افكار جديدة وبيقدموها للناس وما بيقفوش فقط عند مهنتهم او ما بيقفوش فقط عن الحاجات المعتادة، لكن بيطلعوا بفكرة جديدة. معانا النهاردة مها محسن. مها ازيك؟ اهلا، زي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ اشرف. عملتي فكرة غريبة جدا. ملابس من الورق المستعمل، يعني الورق المستعمل بدل ما الناس بيرموه يقدروا يستخدموه ويعملوا بيه حاجات، مش كده؟ مظبوط. وكانت المبادرة باسم مبادرة ورقة قديمة. ورقة قديمة، تمام. الفكرة دي جات لك ازاي؟ الفكرة دي هي فكرة أستاذ عماد حواس أو أستاذ عماد أنور، رئيس نادي ال 25 المتبرعين بالدم، بالاشتراك مع مؤسسة آدم التنموية. هو الموضوع كان عبارة عن هي صدفة كانت، بحيث ان هو أنا كنت بشتغل بالورق. ففجأة لقيت ان وانا بشتغل بالورق، يعني عملت موديل كده، كانت مسابقة معمولة. فجأة لقيت ان الأستاذ عماد كان منزل زي مبادرة او عمل خيري، عرض أزياء من الورق. كلمته ان انا ممكن اشترك اعمل مبادرة. لقيت ان الفكرة حلوة قوي بتاعته. واشتركت معاه. تمام. احنا معانا النهارده تقرير عن المشروع اللي انت بتعمليه او عن المبادره او الفكره اللي انت بتعمليها. هنشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا. نشوف التقرير. فكرة ديزاين الورق جات لي عن طريق الصدفة. هي كان في مسابقة معمولة على الفيسبوك، تمام. كان فيها ديزاين من الورق. فقمت عاملة فستان من الورق، رسمته الأول، حطيت قدامي موديل معين، صممته في سكتش وقمت مطبقاه على الورق وبعت الصورة. لقيت ان الصورة نالت إعجاب ناس كتير قوي. أدواتي كلها من الريسايكل، مش مكلفة خالص. اي شيء موجود معايا انا بستخدمه في الموديل. الورق ممكن نعمل بيه حاجات كتيره قوي، بدل من احنا بنرميه او ان احنا ما نستخدمهوش. لا، ممكن نطلع منه فكره او نطلع منه منتج او ابداع. في طبعا انواع من الورق كتير. في عندك الورق المقوى، في ورق الشيبسي، في ورق اكياس القمامه، في اوراق الجرايد. لازم يكون في ديزاين في دماغك انت رسمه، او ايا كان الديزاين انت هتنفذه ازاي. بس اهم حاجه يكون في سكتش انت بترسمه، وبعد ما اخترت الموديل الديزاين بتاعك بتبدا تنفذه. بتشوف هتبدا منين الموديل وهتنهيه ازاي. والفينشنج بتاعه ده اهم حاجه طبعا، تشوف ان هو هيطلع الشكل النهائي بتاعه عامل ازاي. بالنسبه للديزاين ده، انا اول حاجه جت في بالي ان هو انا عايزه اعمل تصميم من ورق القمامه. فاخترت زي افريقي بس بشكل معاصر شويه، اللي هو القصير والطويل، فطلع بالشكل الموجود قدامي. مها، والله فكره لطيفه جدا. يعني فكره ان انت مفيش حاجه بتترمي، مفيش حاجه ممكن تبوظ، لكن ممكن نستخدمها. لكن الفكره على قد ما تبان ان هي غريبه، الا ان اتنفذت بالفعل. تمام. انت عامله تاج من اعاده تدوير الورق. هي الفكره بس اعاده التدوير، ان انا بحفز المجتمع ان هو يشارك في اعاده تدوير الورق، بحيث ان هي تكون مشاركه تحفيزيه. يعني انا بشجعه، يعني الفكره نفسها ان انا بشجعه يعمل حاجه مختلفه. يعني مش مجرد ان انا بقول عايز اعمل اعاده تدوير، لا، بنفذ ده قدام، ان هو يكون في رؤيه قدامه واضحه ان ده ممكن يكون معمول من اعاده التدوير. يعني ده ورق مثلا بتاع ايه؟ اكياس شيبسي؟ دي شنطه بلاستيك. اشتريت منها حاجه، فقمت جايه البرنامج طبعا عشان انفذ الفكره، فكاتبه عليها مصر البيت الكبير. والله باينه فعلا. دي شنطه بلاستيك انت استخدمتيها وعملتي منها الشكل ده. تمام. انت خريجه ايه؟ انا بكالوريوس تجاره. بكالوريوس تجاره. تمام. يعني مش فنون جميله ولا فنون تطبيقيه؟ بس ليا ميل للفن شويه. يعني ليا ميول فنيه كتير. فحبيتي حتى اما عملت الحكايه دي، يعني انت كنت بتقولي كمان ان انت على الفيسبوك لقيتي في صفحه ليها علاقه بكده، فانت عامله حتى اكتر من ديزاين هنا اهو لحاجات، مش كده؟
ده كان يعني اول قبل ما ديزاين. بتنفذي بكون معايا سكتش بنفذ الفكره اللي انا عايزاها. بحطها في سكتش. بتعمليها الاول كسكتش قبل ما تنفذي. تمام. ده كان اول ديزاين كان معمول. ده كان دي كانت ورشه معموله برضو. برضو اكتر من رسمه انت بتعمليها الاول هنا. تمام. وبعدين بتنفذيها على كبير. بنفذ بالظبط. كنموذج مصغر. نموذج مصغر وبعد كده بتنفذيه. وبعدين ببدا في التنفيذ. بس يكون عندي الفكره دي كانت زمان يعني كان كتير في بيوتهم الارفف بتاعه المطبخ او ارفف موجوده في اي مكان. كان ستات البيوت زمان عندهم ذوق كده، بيجوا يجيبوا الورق ده يقصقصوه بشكل معين بالزبط. اللي هو المفرش اللي بيحطوه او الحاجه اللي بيحطوها. أيوة. كانوا بيوصوه فعلا. يعني ما افتكرش ان ورق جرايد ما كانش ليه استخدام، ما كانش بيترمي، لا لازم يستخدموه. تمام. كانوا بيستخدموا كمان اكياس بلاستيك، يعني كانوا عاملين قوي، كانوا ما بيرموش حاجه. كانوا بيستخدموها. يعني طيب هل مثلا الخامات اللي هي زي البلاستيك مثلا او حاجه ممكن يبقى فيها ضرر بشكل معين على الناس؟ يعني مثلا انا اعرف ان في ناس بيشتروا من الزباله البلاستيك لوحده. أيوة. ويبتدوا يعملوه اعاده تصنيع عشان يستخدموه في حاجات معينه. تمام. لكن ما ينفعش يستخدم طبعا في ازايز ميه ولا في كوبايات لشرب ولا مش عارف ايه، مش كده؟ تمام. فهل بقى في حكايه اعاده التدوير البلاستيك او الورق ده في حد ذاته ممكن ما يبقاش فيه ضرر مثلا؟ هو انا فكرت في النقطه دي كاول تصميم ليا، بس ان انا عشان ما يكون في ضرر او لا، حطيت حاجه كعازل ما بين الجسم وما بين الورق المستخدم. كحاجه مبدئيه، مش اساسي يعني همشي بيه على طول. هتفضل الفكره اكيد تتطور طول ما انا شغاله، طول ما انا بنفذ، لحد ما يكون ده صحي، او يعني يكون فستان صحي كانه فستان من القماش عادي. فلسه الفكره بحاول ان انا اطورها. يعني ممكن الاقي واحده ماشيه في الشارع مثلا لابسه فستان فستان ورق. فستان ورق. تمام. والله اكيد. يا نهار ابيض، دي ممكن تتبهدل دي لو او عربيه عدت مثلا طرطشت عليها ميه. اكيد هيطير الورق، ممكن او لو مطرت مثلا. ما ده كله يعني بشوف ايه الاخطاء اللي ممكن تحصل وبحاول ان انا اعالجها في الورق. فكره برضو اعاده التدوير معمول في مهرجان ورق قديمه اسمه تبع استاذ عماد حواس. عامل فكره المهرجان، هي فكرته تحفه كتير. بيدعو فيها المجتمع لاستخدام الورق واعاده تدويره، من ناحيه ان هو جامع فيها كل فئات المجتمع، ضعاف سمع، معاقين، اطفال، كبار، شباب، كل الفئات، مش مقتصر على فئه معينه. الاطفال طبعا ده عامل اساسي معانا، لان هو سن النشء اللي بيستقبل المعلومه من الصغر. دلوقتي حضرتك لو كلمت مثلا شاب يعني ممكن يقول لك ايه اعاده تدوير دي وايه مش عارف ايه، لا. فاحنا بنحاول ان احنا نعلم الطفل من الصغر، من سن النشء بتاعه، ان هو يكون في الورق ده احنا ممكن نستخدمه ونعمل منه زي عرض ازياء مثلا او حاجه. فكره برضو مهرجان ورق قديمه هي قايمه على ان هو المشاركه فيه ب5 كيلو ورق، يعني اي حد يقدر يشارك في المهرجان. يجيب معاه 5 كيلو ورق. 5 كيلو ورق. يوزن قبل ما يدخل يعني. تمام. اكيد هيوزن قبل ما يدخل. 5 كيلو ورق لمهرجان ورق قديمه. كمان الفلوس اللي بتروح او الربح اللي بيروح ده لضعاف السمع. يعني لضعاف السمع، يعني بنشتري لهم سماعات للاذن بتاعهم. هي دي فكره ورقه قديمه اللي قايمه عليه تمام. يعني المهرجان نفسه بيتعمل، وبعدين بيتعمل في المهرجان مثلا زي فساتين، زي هدوم، زي حاجه زي كده، ويتباع. هو عرض ازياء خيري، عرض ازياء خيري، لدرجه ان حضرتك وانت داخل 5 كيلو ورق مفيش فلوس بتدفعها. هي بس 5، يعني زي ايه تذكره الدخول. اوكي. وال5 كيلو دول الورق عموما لما بيتلم بيتباع، ويبقى الفلوس اللي داخله رايحه لضعاف السمع، بنشتري لهم سماعات. وده طبعا هدف نبيل جدا. يعني يمكن في بعض الجمعيات كانت بتهتم بهدوم بورق بحاجه زي كده، بتجمعها وفعلا بتبيعها، وبعدين العائد منها بيوجه للجمعيه. لكن اللي انتوا بتعملوه كشكل جديد، شكل نفسه جديد، يعني مش عايزين المجتمع يتفاعل. يعني احنا يعني نادينا ان احنا عايزين المجتمع فعلا يتفاعل، عايزين الناس تشترك، لان هم لما يشوفوا حاجه غريبه وهيسالوا ده ايه، طب ده هدفه ايه، طب ده وراه ايه، فهيفضلوا يسالوا، في حين الفكره نفسها كشكل عام جميله، ويعني لازم هيسالوا ده ايه، فاكيد هتلاقي فيه مشاركه. ابتدوا ناس يسالوا يعني، وابتدوا ناس يتفاعلوا فعلا. احنا فعلا نزلنا الشارع بعرض. انت اسكندرانيه؟ هو في عرق اسكندراني، بس تلاقيني دايما في ايه اللي هم دايما لما بيكلموني نزلنا
أيوة. نزلنا الشارع. فلما فعلا نزلنا الشارع أيوة. فلقينا ان الناس بتسأل ده ايه. يعني في مرة عملناها مع واحد زميلنا، لبسناه زي من الورق. سمعنا طبعا، انت حضرتك عارف الشعب المصري فكاهي بطبيعته، يعني سمعنا افيهات رهيبه، يا بتاع الجرايد يا بتاع الورق يا فكانت فكره لذيذه. بس بداوا بعد كده يسالوا ده ورائي. فحبينا، لقينا ان النقطه الشعب فكاهي بس برضه عايز يعرف ده ورائي. وبيتجاوب. طب جميل. ويمسكوا الخامه، ده ايه؟ ده حقيقي ورق جرايد فعلا، بس ازاي معمول ده؟ طب ده حلوه فكره اعاده التدوير. فلقينا ان الشعب عنده ان هو قبول ان هو يعمل الموضوع ده. يعني عارفه هي حته برضو كمان فكره الذوق، يعني حاجه فيها ذوق، فكره زرع الذوق عند النشء من هم صغيرين. بالظبط. لما يكبروا اكيد هيبقوا عندهم تذوق وعندهم لمسات استيعاب. فنيه يقدروا يعملوها في بيوتهم. بالظبط. يعني افتكر حتى البنات اللي كانوا معانا في المدرسه كانوا عندهم حصه التدبير المنزلي. ازاي بيتعلموا يعملوا كنفاه، ازاي بيتعلموا يعملوا شغل يدوي. دول اكيد النهارده اكيد طبعا ستات بيوت ممكن يبقوا جدات. لكن اكيد عندهم التاتش اللي اتعلموه من هم صغيرين. بالظبط. فضل معاهم لحد ما كبروا مثلا، وعلموه مثلا، ممكن يعلموه لاولادهم لاحفادهم. يعني برضو ممكن يشتغلوا فيه لاي حد عندهم في البيت، برضو يسالوا طب ده معمول ازاي او كده. فهي فعلا اهم حاجه هي التعليم من سن من الاطفال. اللي هو اللي عنده يعني هو في سن الفهم، يعني سن ثبات المعلومه. وهو بس فكره حتى كمان اللي بيعلم ما دام محبوب عند الطفل هتلاقيه متجاوب معاه جدا. يعني اعتقد ان انت حتى عملتوا اكتر من عرض الازياء. ده اول عرض ازياء هنعمله ان شاء الله يوم 24، واكيد حضرتك لازم تشرفنا فيه ان شاء الله. ان شاء الله. ودي تعتبر، ودي عاملاها برضو من اعاده التدوير. دي تعتبر دعوه حضور لورقه قديمه. يا سلام، هي دي الدعوه؟ دي عشان حضرتك تشرفنا ان شاء الله في ورقه قديمه. دي كرافته ولا ايه؟ لا مش كرافته. استكشاف. كرافته فعلا. يا سلام. واهداء من مها. شكرا قوي يا مها. ودي اقدر استخدمها كرافته؟ اتفضل جربها. والله تفتكري؟ استنى يا عم الظرف. والله فكره هايله، بس المفروض ما اضغطش عليها صح؟ المفروض نعم. يعني ما تعملش. هو ده جورنال ايه؟ ده جورنال مصري. اصل بتختلف على فكره. ده حقيقي. الاهرام بيبقى ناشف شويه. سهله؟ سهله. سهله جدا. حلوه والله. سهله جدا. انت عارفه ان انا بيعتبوا عليا من اول برنامج ان انا ما بلبسش الكرافتات. بس من النهارده هلبس الكرافته دي، وكل يوم بقى تلاقيني مره لابس الاخبار. ده حاجه مره لابس الاهرام. شيك قوي فعلا. يعني عموما الفكره طبعا جميله، وفكره ان انت خدتي مبادره وانك انت بدات بالفعل، مش مجرد فكره بس، لكن الفكره ابتديتي تنفذيها. ده في حد ذاته طبعا شيء جميل جدا. مها انت عامله حاجه لطيفه قوي. تسلم. وان شاء الله بالتوفيق باذن الله. انت عامله عرض ازياء هتشاركي فيه يوم 24 ان شاء الله. لكن النهارده عامله لنا يعني عرض صغير كده بس ايه من شويه اطفال وشباب. نقدر نشوف معاهم جزء من العرض اللي هنشوفه يوم 24. اكيد ان شاء الله. اتفضلي. اتفضلي. معانا ابرار. اهلا اهلا اهلا. ده من اكياس الشيبسي. ده من اكياس الشيبسي. تمام. معمول بشكل ده اللي كان معمول النهارده. والله حلوه قوي. ويتلبس فوق الهدوم طبعا. مش معقول هيتلبس من غير هدوم. احنا عاملينه للاطفال بقى. للاطفال. حلوه قوي. ده من اكياس الشيبسي بالالوان الكتيره جدا اللي فيه. تمام. معانا نور. نور، تعالي يا نور. اتفضلي يا نور. يلا يا نور، تعالي يا نور. نور دايما مكسوفه. نور مكسوفه، تعالي يا نور. اهلا اهلا اهلا. ايه نور الحلوه دي؟ تخيل ده يا استاذ اشرف ممكن يكون من ايه؟ ده كيس بتاع محل مثلا. تمام. ده كان واللي في ايديها ده ورق مجله. ورق مجله. واللي على دماغها ده برضو من ورق مجله. نور والحزام. والحزام كمان. يا سلام. معانا سهيله. سهيله، اتفضلي يا سهيله. مجموعه جرايد مصر بقى كلها. دي جرايد مصر كلها.
حلوه قوي. سهيله طبعا عشان كبيره فلابسه حاجه جميله يا سهيله. هو في خبر وقع من مين كمان معانا؟ نور ابرار اهلا 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 اهلا، ازيك؟ وايه الكورنيشه الجميله دي؟ حلو قوي الكيس ده. ازيك؟ كويسه؟ حلو الكيس ده قوي. وعامله له كمان دي جيبه من ورق القمامه. عامله له زي يعني هي مش كسر، هي بس الشكل اللي هو ده بيتعمل بولعه او حاجه؟ لا ده انا كل شغلي هي يعني يعتبر دبابيس. دبابيس بالدبابيس. وبرده ممكن ينفع للي عايز يعمل رجيم ولا حاجه يلبس كيس يلبس كيس كله هينزل. لا والله فكره جميله، انا بحييك عليها. ومعانا هاني لسه. ومعانا هاني. تعالى يا هاني، تعالى يا هاني. ازيك يا هاني؟ ازيك يا هاني؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ ده جاكيت وكمان على الجزمه نفسها معمول. ما تيجي هاني اقعد معانا كده نشوف. انا عايزه اقول لحضرتك الناس بره تفاعلوا معانا والله. يعني يعني ده انا مش تنفيذي انا. لقيت ان في حد شاف الموضوع، انا بصراحه مش فاكره اسمه. لقيته ان هو شاف الموضوع فنفذ الفكره، فقلت له يبقى كده الفكره وصلت طالما هو تفاعل. مش هاني هو يعني كان في مين بره هاني اللي عمل لك الموضوع ده؟ مي اللي عملت الموضوع ده؟ انا مش عارفه. فلقيتها يعني هي تفاعلت. هي كان شخص ما بره بصراحه عمل الموضوع. استاذ محمد. استاذ محمد هو. طب وانت يا هاني ممكن تخرج بالهدوم دي؟ انا نفسي عملتها. نزلت الشارع وخدت كومنتات لذيذه جدا يا بتاع الجرايد اللي هم قالوا لك يا بتاع الجرايد. بس انا برضو قبل ما اعرف الحوار بتاع استاذه مها، كنت في الاول بعمل برضو حاجات من اعاده تدوير. اعاده تدوير زي ده كده مثلا من كرتون الشيبسي ده معمول اجنده. ده معمول بالعلب بتاعت الشيبسي نفسها. الكرتونه نفسها معموله. وده اكيد مش ورق طبعا. ده بتاع البنطلون بتاعك. بالظبط. ده اللي مامتك زعقت لك عليه. بوظت البنطلون طبعا. ده انا حصل لي حوار في البيت. لا فكره لطيفه. وانت اللي ملون. انا اللي عامل كل اللي فيه. ده برضو حاجه من اعاده التدوير يعني. كون هو طالب وفكر في حاجه ونفذها فيعتبر ده برضو اعاده تدوير. طبعا. وبعدين ان ممكن ما فيش حاجه تترمي. بالظبط. هي الفكره ان انت من اعاده التدوير من ورقه بسيطه ممكن تطلع منتج. يعني تطلع حاجه منتج تستخدمه وراه هدف، وراه فكره، وراه ابداع. هي يمكن اكتر زرع او غرس القيم عند الاطفال الاستخدام كل حاجه. وان مش اي حاجه موجوده ممكن تترمي، ما ينفعش نستهتر باي حاجه. ده في حد ذاته هو الهدف. يعني اكيد هاني حتى لو عمل فكره انك انت لبست الجورنال ونزلت في الشارع دي كحاجه فني يعني حاجه لطيفه، لكن اكيد مش هتخرج بيها طول الوقت يعني. لكن بتعملها كدعايه للفكره نفسها بتاعه اعاده التدوير. بالظبط. ده في حد ذاته حاجه جميله. بس انا برضو فكرت ان انا ممكن انزل بيها عادي طول الوقت. اعرف ان الناس دي يعني حاجه كويسه بدل ما نرمي حاجه في الشارع. انا جات عليا فتره ولحد النهارده من وانا صغير بحط الحاجه مثلا البقايا اللي مني بحطها في الشنطه بتاعتي وباخدها. ممكن اعمل منها اعاده تدوير، ممكن اعمل منها حاجه بس بخليها عندي على جنب. فانا بس عايز نوعي الناس ان مش ما نرميش الحاجه في الشارع عموما. يعني نظافه البيئه. ده في الاخر فعلا بيرجع لنظافه البيئه والاهتمام بيها. وهو يعني كمان بيرجع للاسر نفسها. يعني انا ببقى مستغرب قوي الاقي مثلا اب او ام في عربيه واولادهم قاعدين جنبيهم ويفتح الشباك وبمنتهى البساطه وكأن مفيش حد في دماغه بيرمي علبه كنز ولا بيرمي علبه بتاع الكشري. كان بياكل كشري وهو سايق. كشري بالعربي. فيعني هو بيعلم اولاده ايه وهو بيعمل تصرف زي كده. فكره مثلا بسيطه جدا. جماعه اصدقائنا حتى لما اقتنعوا بالموضوع ابتدوا يجيبوا اكياس بلاستيك يحطوها معاهم في العربيه. بقى ورق بتاع مناديل، ورق بتاع اكل، ورق بتاع حاجه، يقوم حاطه في الكيس ويوم ما يوصل عند بيته بياخد الكيس ده بيرميه في اللي هو الزباله. حتى الزباله نفسها يعني انا مش عايز اتكلم، انا مش عايز ادي الموضوع اكتر من انتوا عاملين فكره حلوه قوي، لكن اعاده تدوير الزباله في حد ذاته
ده في دول بتستورد من دول زباله عشان تعمل لها اعاده تدوير بمليارات. المانيا بتشتري من هولندا، الصين بتشتري مننا. صح. يعني ما شاء الله يعني وبيطلعوا منها طاقه بدل الغاز الطبيعي وبتاع. يعني ده في حد ذاته طبعا شيء جميل. برضو من الحاجات اللي اعتقد ابتدت بعض الجامعات الخاصه وانا شفتها بيحطوا كل صندوق ده بتاع الورق، ده بتاع المعدن، فصل للمخلفات. فعلا ما هي الفكره قايمه برضو ان هو حضرتك يكون في فصل مخلفات في البيت، في النادي، في الشارع، في مثلا في محطات المترو ممكن تتنفذ بحيث ان المجتمع يتفاعل. يعني اهو احنا ده موجود قدامك، ابدا نفذ. الفكره في كل الاماكن، مش في بيتك بس، مش في الشارع اللي انت ساكن فيه، لا احنا الفكره قايمه على النادي، الشارع. والله تخيلي بقى دي ممكن تبقى فكره كويسه قوي، لان فكره حتى ان لما الحكومه بتحترم المواطن بيرد بنفس الاحترام. بالظبط. يعني من الحاجات اللي لفتت نظري الفتره اللي فاتت اشارات المرور اما بتكون بارقام الناس بيبقوا فرحانين قوي، ويقعد يعد عد تنازلي. صح. فاضل 10 ثواني، فاضل 5 ثواني. طب هيكسر الاشاره ليه؟ عن انها بتبقى حمراء وممكن تفضل حمراء على طول. لما يعرفش يعني هتخلص امتى، نهايتها امتى. لكن فكره ان احترام ان انا واقف في الاشاره وعارف ان انا بعد كام ثانيه هعدي مخلياني واقف. نفس الفكره لو اتحط الصناديق بتاعت الزباله، ان دي بتاعت معدن ودي بتاعت ورق ودي بتاعت مش عارف ايه، بتاعت بلاستيك مثلا، بتاعت بلاستيك او كده، اعتقد ان دي برضو هتعمل نفس تاثير الاشاره يعني. اكيد، لان هو الشعب المصري محتاج بس ان هو ايه، الحاجه تكون موجوده قدامه. جميل. يعني اهو موجود قدامك، ابدا بقى اشتغل على كده او ابدا نفذ. زي ما المجتمع بيأثر فيا انا كمان لازم اأثر فيه. دي كان حاجه تقريبا اتعلمناها زمان، المجتمع يؤثر فيك وتؤثر فيه. فزي ما المجتمع فعلا بيحترمك، انت لازم تحترم المجتمع ده اللي انت عايش فيه. هاني انت في سنه كام؟ انا انا طالب. انا عارف. ما بتقولش ولا ايه؟ والله. طب اخمن انا؟ خمن. ادي رقم. يعني انت نفسك تبقى في جامعه مثلا؟ عموما ده اللي نفسك يعني. عموما انت طالب في المدرسه، انت شايف مثلا او في الدراسه وانت بتدرس، شايف زمايلك بيتصرفوا ازاي مع حكايه الورق، حكايه بقيه الاكل، حكايه الزباله عموما، بيتصرفوا ازاي؟ اهمال. في اهمال. بس في يعني صديقي زمان، هو ليه الشرف طبعا، يعني ليا الشرف ان انا هو علمني الحوار ده، ان انا امشي في الشارع كنت كل ما ارمي حاجه وانا صغير، لا خدها حطها في جيبي من واحنا صغيرين. في جيبك انت؟ في جيبي انا. كل ما ارمي حاجه يروح شايلها حاططها في جيبي. فجيت في يوم سالته، فقلت له انت كل شويه تحط حاجه في جيبي، ايه جيبي اتملى؟ فقال لي عشان ما ترميهاش في الشارع، وكفايه الشارع زبالته، فانت لو حطيت دي كده الناس هتيجي تحط فوقيها وهكذا. فمن ساعتها اتعلمت الحوار ده، فبقيت احط كل حاجه معايا، املى الشنطه، يعني انزل بالشنطه فاضيه لما تروح حته وترميها. لا مش ممكن. ممكن، بس بحاول ان انا استخدمها. زي مثلا كده، ده استخدمته من حاجات عندي في البيت مرميه. جمعتها برضه. جمعتها. وانت يعني ما بتنصحش مثلا زمايلك ان هم ما ترموش حاجه؟ كتير. يعني هل مثلا المدرسه بيبقى فيها باسكت بتاع زباله وهم ما بيستعملوهوش وبيرموا برضه في الارض؟ انا عملت زي ما صاحبي عمل معايا، اثرت في كذا حد بس مش كتير، بس عادي يعني، حسيت ان انا عملت حاجه. يعني كان صحابي مثلا يرموا الكنز مثلا في الشارع، لا اروح واخدها فاتح الشنطه وحاططها فيها مليانه بقى، مش مليانه غرق الحاجه، مش مهم. بس المهم ان هو ايه، يحافظ على نظافه الشارع، وهكذا في الطرق والمدن في كل حته يعني. يعني متهيألي النهارده لو شافوك وانت طالع معانا هيجوا بكره بقى ايه، يبتدوا يدوا لك الحاجه في ايديك. طبعا. طبعا انت بتتكلم. عايزه اوريك حاجه يا استاذ اشرف. ايوه يا فندم. يعني دي برضو حاجه تعتبر من فصل المخلفات. دي حاجه انت عاملاها برضو؟ دي حاجه انا عاملاها. ممكن حضرتك تستكشف تاني. ده انا هكتشف دلوقتي، ده حلق. ده حلق. يا سلام، حلق من الاوراق. حلق من الاوراق برضو، ورق جرايد ومعمول له بتاعه الحلق نفسها. فكره برضو دي ممكن، بس اكيد مش هتنفع مع الكرافته طبعا. بس والله شكله لطيف جدا. انت ادرى بقى، انا ما اعرفش، انا في الحاجات البناتي، بس حلق طبعا شكله لطيف جدا.
مها بجد انا بشكرك جدا على اهتمامك بفكره ان مفيش حاجه تترمي، ان احنا ما نرميش في الشارع، ان احنا نشجع الاطفال من سن صغير ان هم يهتموا ببلدهم، يهتموا بنظافتها. وان شاء الله يا رب الحكومه اللي مصر هترسى عليها تكون اكيد مهتمه. احنا مش هنقول كل حاجه مشكلتنا على الحكومه فقط، لكن لو احنا لينا دور فيبقى دورنا على الاقل ان احنا ما نرميش في الشارع. على الاقل يبقى عندنا بس يوفروا لنا هم الاماكن اللي يترمي فيها، والناس اكيد هيتعاملوا زي ما الحكومه بتتعامل معاهم باحترام، هيتعاملوا معاهم هيتفاعلوا هم كمان بالظبط. شكرا، بشكرك جدا لوجودك معانا النهارده. شكرا يا هاني. شكرا لحضرتك. نكمل حوارنا بعد ما نرجع من الفاصل.